يتجه الكثير من النساء في بلدية البيضاء للالتحاق بالأندية الرياضية النسائية، مدفوعات برغبتهن للخروج من واقع الانعزال الاجتماعي، ومستفيدات من ارتفاع الوعي الثقافي بأهمية النشاط الرياضي للمرأة الليبية. وتعتبر النوادي الرياضية النسائية في منطقة الجبل الأخضر بوجه عام حديثة المنشأ، ومع ذلك فهي تعج بالنساء الباحثات عن المتعة والفائدة، إذ تفتقد الكثير منهن إلى ممارسة الأنشطة الرياضية بكل أنواعها في الأماكن العامة والمنتزهات، نظرا للعادات والتقاليد الاجتماعية التي جعلت حياتهن أكثر كسلا وخمولا وبدانا. بحسب الكثير من الآراء تمثل الأندية الرياضية النسائية خطوة إيجابية لتعزيز الثقافة الرياضية الغائبة عن الكثير من المدن والقرى في ليبيا. ولكن وبالرغم من كونها أصبحت ضرورة حتمية تزيل الاكتئاب والأمراض الأخرى كالسمنة والسكر والضغط والقلب وتجديد دورة الحياة، إلا أن العين المجردة لا تخطئ، إن انتشار النوادي الرياضية النسائية في معظم مدن الجبل الأخضر وقراه ما تزال محدودة قياسا بعدد السكان وحاجة النساء لمثل تلك النوادي. مريم المهدي من قناة زاجل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.